صباح النور، صباح الخير، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم غتشاهدوا معنا هذا الفيديو ان شاء الله اللي كله ان شاء الله غادي يكون طاقه ايجابيه لينا ولاي متتبع بطبيعه الحال كيتفرج. اكيد هذا الفيديو غادي يكون فيه حماس كبير بالنسبه لاي واحد غادي يشوف هذا الفيديو. وانا بديت معكم فيديو بطبيعه الحال من لانش بوكس اختي ديال السلطانه اللي كنوجد لها باش غدي معها ليكول. المهم كل نهار ونهار في الصراحه شنو كندير لها، يعني ما كايناش شي حاجه محدده، على حسب شنو كاين في الدار، على حسب هي مثلا شنو بغات. مع كتعرفوا السلطانه اصلا ماشي شي وحده بنات اللي محبه للماكله، يعني خاصك تسوليها شنو بغات تاكل ويا ترى تاكلو. وعاد باش راه كانت مريضه عرفتي دازت عليها ديال بصح البنات. المهم اليوم اللانش بوكس كان فيه تاكوز، قالت بغيت تاكوز درتو ليها، قليت ليها شويه ديال الفريت وشويه ديال الديسير كما بان لكم. المهم داكشي اللي متوفر كنحاول هكا نوجدو ليها وتنتمنى غير تاكل لي انا الصراحه، لان سلطانه الصراحه ماكلتها قليله بزاف. ايوا هذا ما كان. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ اجواء وليدات كيف دايرين مع هاد الاجواء؟ صراحه بزاف ديال الناس هكا مرضوا بهاد الريح ومنهم نيت حنايا. عرفتي سلطانه دازت عليها ماشي شويه مي بزاف البنات، عرفتي خرجات منا. شوفوا لي مسكينه يلا كيف يقصى. انا دائما كنوجد لها اللانش بوكس ديالها في السويق عاد باش كنمشي نفيقها، يعني كنخليها هي اخر حاجه. ايوا هنايا كيف قلت لكم جاو يا اختي الطاقه ايجابيه. وشوفوا لي انا راه فشي شكل، انا راه حار وعقل. لا يكون لا البرد انايا نصيف، لا يكون الصيف بزاف. انا نشتوي راه غير نغير بانت فيه غنسطيهم. شويه ديال الشميشه صافي تعرات، ولكن راه غادي تطلع قانون. وراه كتعرفوا دابا ملي كيكون التخمال ولا شي حاجه تتبغيش هكا تقلي بالحوايج وداك الشيء. بصراحه حنا كنا مرضنا كاملين، لا انا لا نورا لا سلطانه وشويه منا هكا الدار. ودابا قلت لها نوضي يا اختي، اللي عنده يا اختي هكا الدار ديالو اولا الدويره ديالو يا اختي كان صافي عجز عليها في هاد البرد. نوضينا راه غير قلت لكم بالي غير شويه ديال الشمس نط حليت شراجم، طلقت شويه ديال الشيح شويه ديال الخزامه. قلت لها يلاه نوضي يا اختي. ايوا صافي بنيتي نيت ما عزازهاش فيا، ناضت ما نقولش لك البيس كامل خرجاتو هانتوما كيف تشوفوا. باش تعرفوا شوفوا التقاشره من البوسين قلت لي مام في تبوريشه، ولكن لا لا اختي قالت لك خاصها تكفيد. قلت لها لابد لابد من التكفيده يا اختي. وانا تتعجبني المراه الحاره هي اللي تشمر على دراوعها، واخا يكون البرد ماشي دوك اللي حيت البرد صافي نبقى مغطيه دراوعي، لا البرد ونعريو انا على تجيني الدراوع. ملي كيكون تخمار خصك تلبسي شي حاجه هكا خفيفه باش صافي باغي تكوني حركيه. شوفي يا اختي ما كاينش محسن تيتو جافيل. دابا حتى ما بغيت لا برودي لا والو، بغيت جافيل حقيقي والتيد وطالقه. ما نقولش لكم هنا طالقه واحد تعجعجه ديال الخزامه وديال الشيح باش اختي يحيد علينا المرض. يا ربي تشافينا وتشافيكم وتشافي جميع المسلمين. يا الحبيبه نوضي عطي راسك الطاقه الايجابيه، واخا تكوني شويه مريضه نوضي حلي الشراجم حكي لك الدار بحال هاد الحكه اللي دارت. لا لا نورا يا اختي ما نقولش لكم بردات لي القلب والله. انا كنت نحيدو غير الطلامط وداك الشيء قالت لي ماما لا، يعني البيت كيف تتشوفوا كله خرج. باش هذاك المرض يتحيد مع شوفوا راه حتى من الصالون كلشي. المهم الدار تحتانيه كلها جبدتها من ساسه راسها شويه هكا الميطه تيتنشر. قلت لك غير بات لي الشمس قلت لها نوض واخا كاين البرد واخا كاين داكشي غير شويه مع ديك ال11 و 12 واحد الشميشه بانت ليا خرجت الدار كامله، بيت النعاس الدوش الكوزينه الصالون كلشي تمسح وكلشي تنقى. وهذا الفيديو بغيت نعطيكم فيه واحد الوصفه خطيره زوينه انا غادا نوريها لكم، وبغيت نعطيكم فيه نيت انا ونورا الطاقه الايجابيه تنوضي حبيبه ما يبقاش بنادم غير صافي هكا جالس. ودابا مع هاد الوصفه ما نقولش لكم. ودابا الكبيدات كيف تشوفوا يعني صافي حيت هادي هانتوما صافي كتغير حيتها
المهم غادي تشوفوا كيفاش غادا تعود هذه. حيدتها هنايا بصراحه ما صادقاش مزيان هذه بزاف، فهمتوما كيف تشوفوا ما صادقاش هذه نهائيا. اللي بغات تشري بحالها بلا ما تشري، ثمنها غالي ولكن ما زويناش صراحه. ايوا صافي كتغيير حيدتها من هنايا صافي. غادي نخلي غير اللي بغى هكا حتى على شي حاجه صافي تمسح وتصل بلاصتها. وملي تتحيدوها بطبيعه الحال غادي نعطيكم واحد الفكره اللي زوينه بزاف بزاف اللي غادا تنفعكم. الا كان شي حيط هكا تنقب ليكم، الا كنتي حيدتي وبقات لك بحال هذيك الثقبه مثلا كيف تشوفوا، غادي تسديها بواحد الطريقه اللي ساهله ماهله في رمشه العين. والطريقه اللي غنعطيكم تقدروا ديروها حتى للحيط اللي تيكون غير بيض عادي، ومثلا كنتو دايرين شي تصويره بغيتو تحيدوها تيبقى بطبيعه الحال ديك الحفرات ما تنبقاو ما نديرو. كاين اللي تيخليها بحال هكاك عريانه تتبقى باينه عيبه. مع ماماكم رشيده ما غاديش يبقى يبان لكم العيب ان شاء الله بواحد الطريقه اللي ساهله ماهله، واللي هي تكون عندك صابونه بحال هكا، صابونه بيضاء وبطبيعه الحال مع حسب اللون اللي عندك. لا كان الحيط هكا داك اللي تيكون بالالوان تدير اللون ديال الصابونه. كانت عندك بحال هكا انا غادا ندير هذه في البيض، ومن الاحسن تكون دايبه واحد شويه. ولا كانت عندك الحفره هكا كبيره ما تحتاجي حتى شي حاجه من هكا كلينكس ها هويا تتسدي بها هذيك البلاصه. هانتوما كيف تشوفوا تتسديها بحال هكا غير تتعمريها باش ما تاخذش لينا الصابون هكا بزاف ونبقاو ندخلو في الصابون. والله ما احسن تديري هاد الطريقه كيف تشوفوا هي صافي تتعمري. وملي تيبقاو يبانوا لنا هاد الجناب اري قربه نور بحال هكا تنديروا الصابون تنديروا ليها هكا. شتو علاش نقول لكم دايب باش تجيكم ساهله. شو صافي وتديري هكا تتمسحي بواحد كلينكس ها هي ما تتبقاش بلاصتها كاع تبان، غير انا شويه بعيده اما راه نصوبها مزيان. شتو ها هي صوبت الاخر هنايا في كانت الثقبه، يعني كانوا جوج تقابي دابا تنظن. شتو وهنا كانت عندي واحد الجرحه حتى هي سديتها، ها هي تتبان لكم هنا حتى هي تسدات. شوفوا لي دابا هذه هنا وحده ثقبه هنا وثقبه هنا ديال اللي كانت فيها الماعن، يعني شوفوا من بعيد ما تيبقاش يبان العيب نهائيا. والطريقه سهله ماهله. هانتوما دابا قربت نور الكاميرا باينه، اما الا دخل بنادم عندك ما غادي يشوف حتى شي حاجه، يعني العيب كله ما بقاش حتى يبان نهائيا. شفتوا وشنو صابونه، يعني بقى عندكم طروفه ديال الصابون دائما تكون عندك، تكون شي نقبه في الحيط، تكون شي حاجه هكا في الزليج، يكون عندك زليج في اي لون وتنقب ليك اولا تهرسات لك شي بلاصه عمرها غير بالصابون، يكون عندك في الاحمر في الخضر في الصفر اي لون. انا عندي هنايا بغيت البيض صابونه تكون دايبه تكون هكا دايبه شويه ايوا صافي ما يبقاش يبان العيب. هانتوما شوف ما بقات تبان حتى شي حاجه. وهذه كانت فكره من افكار ماماكم رشيده اللي غادي تساعدكم الا كان شي حيط هكا مهرس. راه ما نقولش ليك شوفي من بعيد ما تبقى تبان حتى شي حاجه. كانت عندي حتى هنا كان الميكرو حتى هوايا حيدته بلاصتو بقات متقوبه كاع هذا كاع بزاف. شوفوا دابا تتبان شي حاجه ما بينه حتى شي حاجه غير بفضل الصابون. ايوا صافي كانت هذه فكره من افكار كي قلت لكم ماماكم رشيده. ودابا غادي نكمل هاد الكونزيله هانتوما هاد الكوزينه خرجت هذه لا ماشين حتى هي غادا تحكم بلاصه من اللور. الكونجيله صافي حتى هي طفيتها صافي حتى هي غادا تحكم مزيان بحق الله. هانتوما صافي طلي شوف صافي حتى هي غادا نضربها ليها بواحد الفركه من اللور من هنا. ايوا صافي خليكم معايا وبوسه كبيره لكم ونتلاقاو ان شاء الله دابا في الشكل النهائي ديال الدار. وهذه هي فكرتنا ديال اليوم. ودابا الكبيدات ديالي كيف شفتوا هذا النهار الثاني ما نكذبش عليكم عرفتو كتبه كتنخمل في الدار حتى جاتنا هكا واحد التليفون اللي جاو عندي. مهم قلت لها جاو عندي غادي يجيو عندي
ضياف هكا اللي كيف تنقولوا ضياف ديال الغفله اللي عيطوا لي في التليفون هكا غير قبل بنهار. ولكن كنت انايا وكيف تنقول لكم لاله نورا كنا قد المسؤوليه يا اختي، قد ديك المكالمه فرحنا بهم بزاف بزاف. كيف تتشوفوا صافي هكا درت الدجاج محمر اللي على الطريقه المغربيه لاله ديال الحادقات اولا ديال المزابيات الحرات يا اختي. ما نقولش لكم عصمه هذا النهار جاني اختي على مزاب. وتحيه للمزابيات فيما كانوا. كيف تتشوفوا درت الدجاج محمر ودرت اللحم محمر. هادو ناس عزاز عندي بزاف بزاف، وحنايا المغربيات خلاهم مال الحادقات تنبغيو نفرحوا تنبغيو نكبروا بالناس اللي تيجوا عندنا. صافي كيف شفتوا نتوما كنت تنخمم في الدار، ولكن مني جاني داك التليفون كملت الدار دغيا صافي خرجت هكا تقديت. وهذا النهار الثاني المهم تنشرمل هكا في اللحم وتنشرمل هكا بالدجاج حيت نضت بكري ما نكذبش عليكم. نضت بكري داكشي صوبته خليته يترقد واحد شويه. ايوا صافي كيف تتعرفوا المقادير راه كلها راه مشاركه معكم. انا اللحم محمر ومشاركه معكم الدجاج محمر. شوفوا يا اختي هاد السمن راه ما نقولش لكم واحد السمن اللي كيجي كيحمر. هنا صافي الدجاج ها نتوما كيف تتشوفوا تيتحمر. اللحم حتى هو حتى يطيب. ايوا صافي هادشي اللي كان. نورا يا اختي صوبات واحد كلاص ما نقولش لكم كيشهي واحد كلاص يا لاله ويا لاله. ايوا صافي دابا هبطت هنايا للدار كيف العاده. ملي تيجيو عندنا الضياف راه لاب تنستقبلوهم اختي بالحليب وبالتمر، تنستقبلوهم اختي بالبخور. وهاد البخور عندي انا شي حاجه اللي زوينه كتخلي الدار فيها واحد الريحه كتحمق. ايوا صافي هادشي اللي كان. غادا نضرب واحد الدويره هكا في الدار كامله هاد البخور. ايوا صافي وخليكم معنا مع اش خلاهم ولا التكميله ديال الفيديو غادي تشوفوا معنا ان شاء الله داكشي اللي صوبت نورا كيحمق. خليكم معنا. المهم غزالات الكبيدات شوفوا ليا الديكوراسيون اللي بغيت نبدل بيه هاد المره. يعني حنا كنعرفوا دائما هكا كنستقبلوا هكا الضياف ديالنا بواحد بلاطو اللي كيكون فيه هكا التمر وكويسات ديال الحليب. انا هاد المره قلت لماما نبدلوا هكا الديكور العوض فاش غادي ناخذوا هكا بلاطو نكونوا هازينو يعني نقدموا للضياف ديالنا. فقلت لها علاش اللي ما يكونش يعني شي حاجه بحال هكا ثابته، يعني بحال هاد الديزاين اللي درنا دابا جا صراحه فن وغزال ومختلف. المهم جا ستيل البنات عرفتي الكاميرا ما عطيش حقه. المهم هنايا التمر معمر والفوق درت هاد الكويسات وكنت درت ليهم هذيك السميته نخليوها ان شاء الله من بعد. جو ضياف عزاز عندنا ان شاء الله. مرحبا بهم الف مرحبا ان شاء الله من بعد تعرفوهم شكون. وصافي هاد الكويسات هما راه صغيورين وزدت انا درت ليهم هذيك الباندا على شكل بابيون باش نعطيها هكا واحد ديزاين زوين. وصافي هنايا بديت كنوجد هكا الحليب لان صافي كانوا قربوا انهم يدخلوا. والدار يا لاله كما شفتوا راها ناضيه. وصافي دابا هنايا ماما خدات فيطات باش غادي تحطهم هكا في الدوش وغادا تخلي اللي على حساب هكا الغسيل. المهم داكشي والبخور عرفتي ريحه البخور فنه علم الزينات يا اختي. المهم الدار يعني اصلا الدار ديجا يلا كيتخملات راه غير كنخملوا فيها. جاها ماما ابل صافي خرجت كتقدا وداكشي يعني الدار باقا بنات كتشقشق. شوفوا سبحان الله على الصدفه كيفاش دايره. الحمد لله. المهم دابا كلشي واجد صافي وجدنا الحليب وجدنا التمر. ماما حطات الفيطات الدار مبخره. ايوا صافي هنايا لاله راه كانوا جاو ضيافنا وطلعنا باش غادي نحطو. المهم هذا هو البلا ديال الدجاج. بغينا نديرو هكا في بلاطو باش نبدلو الستيل احسن من نديرو هكا في طابسيل داير. المهم كتغيير وصافي. المهم نورا ديما مع الجديد اختي. واش غادي نديرو انا عزاليه النوع عزاليه التغيير كنمل دغيا. الدجاج جا واعر عرفتي مدغمر من داك الشي الرفيع البنات من داك الشي. المهم هنايا انا هابطه لان طيبنا الفوق البنات. ايوا هذا ما كان. شوفوا لي اختي شوفوا لي الطيب ديال النخوه. المهم هنا اللحم بالبرقوق واخا ما عطاتكمش ماما المكونات وداك الشيء اللي راه ديجا مشاركينه معاكم.
وان شاء الله مره اخرى نشاركوا معكم، علاش لا. المهم الطياب معسل ما نقولش لكم، شوفوا لي لا برقيقات معسلين. مشاهيناكم اللي تتوحم تسمح لينا ومرحبا بكم والف مرحبا. ايوا هذا وبلاص ما ديال كاين، لاله نورا وضروري شوفوا يا اختي. نختمها بالكلاص ديالي ديال النوغا اللي تيجيني يعني مناسب بزاف العراضات، احسن من ديري هكا شوكولا ولا شي حاجه، كيجيني انسب ديال النوغا. وصافي غنختموها معاكم ملي هنايا. تنقولوا الضياف ديال الضيافه المغربيه اش تنقولوا؟ كنقولوا الحلوى المغربيه، اتاي فقاش، الشاي المغربي. كعب غزال، يعني هاد الحويجات اللي معروفين عندنا حنا المغاربه، كما قالت ماما الشاي المغربي. المهم حنا بصراحه بقينا باكين مع ضيافنا، بقينا كنتحدثوا، ويعني شحال من حاجه، مي انا تقريبا غنسالي معكم فيديو حد هنايا، لان صافي ما قدرتش نصور اكثر، يعني خاصك تعطيته هكا وقت الناس اللي جاو عندك، داكشي علاش ما صورتش اكثر من هكا. وصافي هذا ما كان، غنقول لكم تلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده.